متذكرين الطبقة المتوسطة اللي كنا عايشين فيها؟ تابعوا الفيديو لتعرفوا كيف تلاشت. تحولت مشكلة الفقر بسوريا من مشكلة جزئية بمناطق معينة لكارثة عم تطال كل البلد. زمان أغلب السوريين كانوا ينحسبوا على الطبقة المتوسطة، أما اليوم هي الطبقة اختفت. قبل 2011 كان الفقر متركز أكثر بالأرياف وخصوصا بالمناطق الشرقية، وكانت سوريا بعدها مصنفة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ونسبة الناس اللي كانت تحت خط الفقر 30% بس، وفجأة كل شيء انقلب وصار الرقم بال 2015 83%. والسبب تداعيات الحرب من دمار مصانع، مشاكل بالتوريد، ومئات آلاف الناس خسرت شغلها. بين 2016 وال 2019 صار في مرحلة جمود فظيعة، واستقرت نسبة الفقر عند 85%، وهالشي بسبب الضغوطات الدولية وفساد داخلي وتوقف الإنتاج، وكل هالعوامل بلشت تضغط على الطبقة المتوسطة لحد ما تلاشت تماما. بين 2020 وال 2024 الانهيار الاقتصادي بسوريا صار أسرع، وارتفعت نسبة الفقر ل 90%، واجتمعوا فوق بعض عوامل قاتلة مثل جائحة كورونا، أزمة المصارف اللبنانية، وعقوبات قانون قيصر، والحرب بأوكرانيا. المشكلة اليوم واللي كلنا عايشينها وفيش داعي اشرح لكم عنها انه الفقر بطل مرتبط اذا عندك شغل او لا. المشكلة صارت بتآكل قيمة العملة. يعني في ناس عندهم وظيفتين وبعدهم عايشين تحت خط الفقر لأنه الراتب دوب يغطي حتى الاحتياجات الأساسية. وعلى سيرة الاحتياجات الأساسية، في دراسات بحثية بتقول إنه متوسط التكلفة الشهرية لحتى تعيش الأسرة حياة كريمة 11 مليون ليرة، والحد الأدنى يعني البقاء 7 مليون، والرواتب قد ما شدت حالها وقد ما زادت ما بتغطي غير 10 أو 15% من هالمبلغ. طيب في أمل؟ إيه، لأنه في توقعات حكومية بتحكي عن نمو اقتصادي بنسبة 10%، وبال 2025 سجلنا نمو بنسبة 5%. الرجعة للطبقة المتوسطة مش مستحيلة، بس بدها استقرار حقيقي وإنتاج فعلي. شو رأيكم أنتو؟ في أمل ولا الطريق طويل؟